بسم الله يا ولاد، هنكمل النص الإقناعي. كنا احنا بنحلل عناصر النص الإقناعي اللي بعنوان يد واحدة لا تصفق. طلعنا المقدمة وطلعنا الأسباب الثلاثة والدلائل اللي عليها، وكمان طلعنا الخاتمة. فهنكتبهم دلوقتي في العناصر اللي موجودة تحت، وهبدأ أسأل. اللي أنا أسأله بس هو اللي يجاوب. اتفضل يا عمر. العنوان أكتب فيه إيه؟ يد واحدة لا تصفق. أوكي يد واحدة لا تصفق. تمام يا حبيبي، حاضر. بقبل بس زمايلك وهكتب على طول. العنوان فعلا هكتب فيه يد واحدة لا تصفق. شايفين ان العنوان ده مناسب لموضوع الفقرة ولا لأ؟ ده مناسب جدا. وكان ممكن لو انا قلت نختار عنوان تاني، انا ممكن نقول ايه؟ أهمية التعاون او أهمية التعاون. طيب لارا، قولي لي يا لارا، ممكن نقول المقدمة مس هي ايه؟ التعاون سر النجاح. ممكن برضه. لارا سامعاني؟ ايه المقدمة؟ انا نسيت يا لارا، انا اسف، انت مش معاكي الكتاب. طيب قولي يا رقية. حضر التعاون من أهم الصفات الإنسانية التي تقوم على التفاعل بين الناس والمحيطين به، لذلك هو أساس نجاح المجتمع. التعاون من أهم الصفات الإنسانية التي تقوم على التفاعل على التفاصيل بين الإنسان والمحيطين به. فاصلة منقوطة، ما ننساش. لذلك فهو أساس نجاح المجتمع. شكرا. اقفلي المايك يا رقية. صغر الخط شوية. اختفت بقية الكتابة، بس احنا عارفينها بقى، يعني نبقى نكملها من الفقرة فوق. طيب يا نورين، السبب الأول بقى هو ايه؟ إن التعاون بيعمل ايه؟ التعاون لا، فهو يعمل على تقوية علاقات بين أفراد المجتمع، وقد خلاص بقى، ذكر. لا ده مش سبب، ده دليل. أنا عايزة السبب بس. تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع، يبقى ده السبب الأول. الدليل على كده ايه يا إياد؟ دليل على ذكرى في القرآن الكريم اسمه وتعاونوا على بر ايه يا إياد؟ وتعاونوا على البر والتقوى. نقفل القوس. فالمشاركة في فعل الخير. نعم يا حبيبتي. فالمشاركة في فعل. ثانية واحدة يا إياد، ثانية واحدة، اتفضلي يا كنت. هو معلش السبب الثالث مش هو المفروض ان هو يكون من اول يصل هزيمة المجتمع؟ لما نيجي للسبب الثالث يا كنت. خير تبني الألفة والود. تبني الألفة والود والمحبة بين أفراد المجتمع. والود والمحبة بين أفراد المجتمع. ماشي، يبقى ده السبب الأول والدليل عليه. السبب الثاني
السبب الثاني يا فريدة اتفضلي. السبب الثاني إن التعاون بيعمل إيه؟ بيساعد التعاون يساعد على إنجاز المهام في وقت أقل. تمام. الدليل على كده إيه يا أحمد؟ التعاون يساعد على إنجاز المهام في الوقت أقل أكثر من خلاص ذلك يا خلاص يا فريدة، خلاص يا فريدة قلناه. قولي يا أحمد الدليل على كده إيه؟ وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يد الله لا جميعا أن شملت على أصحاب نصر الله والجهد. ونقفل القوس. يد الله مع الجماعة يوفر الوقت والجهد، حيث إن تعاون الأفراد يوفر الوقت والجهد. تمام، صح كده. دي تبع ده تبع الدليل، حيث إن تعاون الأفراد يوفر الوقت والجهد. تمام. كنت بتقولي بقى ايه يا كندا في السبب الثالث؟ السبب الثالث هيبقى المفروض من اول التعاون يظهر قوة وتماسك المجتمع، لذا يصعب هزيمة المجتمع المترابط افراده. ده السبب الثالث. كان عندك سؤال فيه؟ يا ميس لا خلاص تمام. تمام. يبقى السبب الثالث خليني يا كندا إن التعاون يظهر قوة وتماسك المجتمع. يظهر قوة وتماسك المجتمع فاصلة منقوطة، لذا يصعب هزيمة المجتمع المترابط أفراده. ده السبب الثالث. الدليل عليه بقى مثله مثل العصا. ده الدليل عليه. مثله مثل العصا التي يمكن كسرها بمفردها، أما لو كانت مجموعة من العصي فيصعب كسرها. تمام. مثله مثل العصا. اكتب مثل العصا على طول عشان الوقت. مثل العصا التي يمكن كسرها بمفردها فاصلة أما لو كانت مجموعة من العصي فيصعب كسرها. الناس اللي بتتكلم وفاتحة المايك. طيب يبقى احنا كده يا ولاد جبنا العنوان والمقدمة والسبب الأول والدليل والسبب الثاني والدليل والسبب الثالث والدليل. فاضل آخر حاجة الخاتمة. عمر. علينا جميعا أن نتعاون معا لرفع بلادنا لرفعة وتقدمها. تمام. لرفعة بلادنا وتقدمها باجتماع بص أنا السواد. عايزة أقول لك ثانية واحدة يا عمر، أنا عايزة أعرف مين اللي بيتكلم. ثانية واحدة كده. فريدة. طيب الخاتمة من أول
التعاون سببا أساسيا في تقدم المجتمعات، لأن ده بيلخص بقى الموضوع كله باختصار. يبقى التعاون سببا أساسيا في تقدم المجتمعات، فعلينا فصل منقوطة. ده بقى اللي أنا بنادي الجميع بتطبيق الفكرة. فعلينا جميعا أن نتعاون معا لرفعة بلادنا وتقدمها. جميعا أن نتعاون معا لرفعة بلادنا وتقدمها. فباجتماع السواعد يبنى الوطن، وباجتماع القلوب تخف المحن. فباجتماع السواعد إلى آخر الفقر، عشان المكان، علشان نلاقي مكان نكتب فيه أدوات الربط. أقول لك لا، إحنا هنكتبها تحت. فباجتماع السواعد يبنى الوطن، فصل منقوطة تاني، وباجتماع القلوب تخف المحن. طيب كلمات الربط اللي طلعناها بقى كانت ايه يا رقية؟ لذلك فهو لذا وذلك فهو. عندك دوشة جامدة قوي يا رقية، حاولي المرة الجاية يبقى تبقى الدنيا أهدى من كده عشان تقدري تستوعبي الدرس. لذلك فهو حيث أيضا لذا من أجل ذلك. من أجل ذلك. تمام، هي دي كلمات الربط يا أولاد اللي موجودة. تمام، خلصنا. علشان احنا دلوقتي احنا جبنا المهام الأدائية، بعت لكم المهام الأدائية بالحل بتاعها، وحلنا منها 3 مهمات في المرة اللي فاتت واللي قبلها، عاوزين نحل منها برضو النهاردة. فلو خلصنا اوكي نروح نحل مهمة من المهام الأدائية. احنا حلينا المهمة بتاعة الدراجة الجديدة، وحلينا المهمة بتاعة الحافلة، وحلينا المهمة بتاعة ايه كمان؟ المهمة بتاعت اكتب رسالة لصديقك. اكتب رسالة لصديقك علشان تدعوه لزيارتك. تمام. طب يلا خلصنا نروح لها. يلا نصور الشاشة. لسه ما خلصت كتاب. اوكي حاضر، هنجيبها حالا. احنا كده خلاص خلصنا النص الإقناعي. في بقى واجب هنكتب نص إقناعي عن الأسر المنتجة. طبعا عارفين الأسر المنتجة، وعارفين هو بدأ سنة كام، وعارفين مهمته ايه، وهنقدر نجيب أسباب، وهنقدر نجيب دلائل عليها من الدرس اللي احنا خدناه اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. فأنا هستناكم تكتبوا لي نص إقناعي عن الأسر المنتجة وتبعتوه في الواجب.